جمهورنا العزيز، بكل حلقة بودكاست نستضيف شخصيات مهمة ولها تأثير كبير في المجتمع، واليوم معانا المحامية نيفين معروفي. شلون أستاذة؟ يا هلا ومرحبا، شلونكم؟ يعطيك العافية وقواك الله على هالحلقات والبرامج الراقية. الله يقويك، نتشرف. حابين أستاذة نسمع منك يعني شلون تقدرين تكلمينا عن المسارك المهني وشلون اخترتي التخصص في القضايا الأحوال الشخصية والطلاق يعني بمعنى. نعم، في البداية كان عندي طموح بأن أنا طالما اخترت هذا المجال اللي هو دراسة القانون، وشاءت الأقدار أن الله سبحانه يخليني أدرس قانون، مع أن أنا مجالي كان بالبداية علمي وأنا مراهقة، كنت يعني بال14 15 16 سنة. أي إنسان بنت أو شاب له طموح، فكان طموحي أن أنا أكون طبيبة أسنان، لكن تزوجت مبكر وصارت ظروف وكذا، فقررت أن أنا وحسب توجيهات والدي بعد الله يرحمه قال لي خلاص صالك مجال وانتي متزوجة صعب تدرسين طب، لأن الطب مجاله صعب. طلع والله المحاماة أصعب. أكيد كله ياخذ وقت بالنهاية. بالضبط. فالله يسلمك توجهت على طول إلى جامعة الكويت وقدمت في التخصص الأول قانون، وتخصصات ثانية علم اجتماع وعلم نفس والأمور هذه. فالحمد لله على طول تم قبولي، جايبه معدل زين معدل قوي، فتم قبولي في جامعة الكويت تخصص القانون حقوق، وبدأت أدرس. وبنفس الوقت ما أعرف مصيري شنو، خصوصا أن دراسة القانون كان وقتها صعب، يعني وايد صعب أن يعني مو أي أحد يقدر يسلك المهنة نفسها، كان بصعوبة. في نساء وايد يعني كانوا أكيد يشتغلون محاميات، ولكن مو بالوضع الراهن اللي احنا فيه اليوم، الاختلاط والمحاكم، توسع المحاكم والمرافعات. احنا مو بس نشتغل احوال شخصيه، نشتغل جنائي بعد، مرافعات يوميا، عندي مرافعات بالمحكمه، وعندي قضايا العنف الاسري فيها مرافعات ايضا، لانه هو شق جنائي، يعني طالع من الاحوال الشخصيه ولكن شق جنائي. فشاءت الاقدار اني اتخرج، وبعدين قدمت في الحكومه كباحث قانوني، وما ياز لي الموضوع، انا ابي اتحرك وابي، فقمت اشتغلت في المهنه. في البدايه كانت صعبه المهنه، يعني حتى لازم ما تفتح على طول مكتب، لازم تشتغل عند احد المحامين. اكيد بالبدايه. ولما تشتغل عند ايامنا ماكو دعم عماله ولا اكو سبورت من الدوله ولا اكو شيء، مهنه حره. اشتغلت بدون راتب تقريبا 4 سنين، وبعدها بديت اروح مكتب يعني افضل اللي كان عنده امكانيات يعطيني راتب، واشتغلت وكملت حياتي ولله الحمد. بعدها قررت افتح مكتب بعد ما اشتغلت سنين في يعني المكاتب، وقررت افتح مكتب. الله سبحانه هو الرزاق، والله سبحانه هو اللي يعطي يعني للانسان طموح بانه يشتغل اذا كان هو انسان ناجح وحاب يشتغل. وبديت بهالمهنه بتعب، ما كانت سهله، يعني 18 ساعه باليوم انا لازم اشتغل، ابي اركز على نقطه، لاني امراه لازم اضاعف مجهودي. اكيد بالنهايه لازم واحد يضاعف مجهوده، خصوصا ان المراه تمثل نصف المجتمع. بالضبط. يعني ما عندها بس مسؤوليات البيت، ولازم تكون يعني مقسمه وقتها بين الشغل والبيت. اي، وبعدين لا تنسى ايامي انا ما كان في سوشيال ميديا احط دعايه وشيء. كان مالي حل الا لساني وصوتي ونبره صوتي في المرافعات عشان الناس تعرفني. ما يعني الشباب الريايل يروحون دواوين، فالدواوين سهل انك تجيب قضايا، تشوف ناس وتتعرف كذا. احنا الحريم وين نروح؟ ما عندنا مكان نروحه يعني، فكان وايد صعب. فكان لازم انا ابذل قصارى جهدي ومجهود مضاعف عشان اخلي الناس تثق فيني كامراه وكمحاميه ناجحه في قانون الاحوال الشخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه، في الجنائي، في المدني، في الاداري، في كثير من المجالات القانونيه. فالله يسلمك هني بديت اترافع في الجنايات. من مرافعاتي بدأت الناس تسمع صوتي وتشوف ان النبره والليفل عندي بالمرافعه حسب ما هم يقولون ان ارتحنا نفسيا وحسينا اقنعتينا كمحامين وكجمهور المتقاضين الناس. فلله الحمد نجحت في هذا المجال، بس بذلت قصارى جهدي. يعني 18 ساعة حق امرأة تشتغل ترى وايد صعب. من الصبح أقوم من الساعة 6 أرجع البيت تقريبا الساعة 11 بالليل أو 12 ويمكن 1 بعد. أكيد مو شوية، يعني مو سهلة يعني. ويعني قبل كان المجال حق الحي من يشتغلون بعض المجالات كان صعب جدا. الحين صار وقت سهل، قبل كم سنة الوضع تغير يعني. نعم.
فالامور يعني قام كل ما تتحسن. فاليوم احنا جايين عشان نسمع قصه نجاح محاميه نيفين، الله يخليك. وتشجع البنات ان نعم. يعني قراراتهم يدرسون ويتعبون على نفسهم، وماكو شيء مستحيل. انا دائما اقول لكل بنت تجيني المكتب وامراه، سواء بنت صغيره او امراه عندها خبره في الحياه، اللي يفيدك في الدنيا اوكي تتزوجين وسترك وزوجك وبيتك وكل شيء، لكن حاله الخلاف اللي يفيدك شهادتك وراتبك. حاله ان انت قررتي تنفصلين او ان الرجال ما كان كفء بانه يدير باله على بيته وعلى اسرته وعلى عياله. اذا معنى ذلك البنت من وهي صغيره تذكري يا بنيه دائما شهادتك، لان هي اللي بتفتح لك مجال الوظيفه او قطاع خاص ايا ما كان، المهم عملك في اي مجال انت تختارينه يا بنيه او يا امراه بشكل يعني اكثر دقه. دائما شهادتك هي اساس كل شيء. ساعات يقول لي بنات ما دخل ندرس، وش حقه ندرس ونتعب نفسنا ونعور راسنا. انا شنو اقول لهم؟ لا، درسي لان هذا مستقبلك. اوكي تدرسين وراح تتزوجين، ولما تتزوجين يا اما حياتك تكون سموث وماشيه تمام ويكون الرجال خير وزين وداير باله عليك، يا اما ما يصير نصيب وما تكملون مع بعض. تغرزين بالنص اللي يفيدك شهادتك وراتبك. اكيد بالنهايه الشهاده والراتب يعني راح يفيدون سواء الرجال ولا المراه بعد. نعم نعم. بس الحين المراه قامت تشتغل مو ناس قبل. المرأة طموحة، المرأة الكويتية الدولة شجعتها على أنها تتعلم وتدرس، وفي بعثات أيضا قاعد يودون البنات من بداية الجامعة يودونهم برا إذا ما كان التخصص موجود عندنا، إلى الدكتوراه الماجستير والدكتوراه، وتقدر هم تسويه في الكويت الماجستير والدكتوراه. فهو طموح، وطالما الدولة مو مقصرة قاعد تعطينا بنفيتس بأن احنا ندرس ونتعلم، وساوت في التعليم بين المرأة والرجل، فبالتالي هذه فرصة لكل امرأة بأنها هي تكافح وتتعلم. أنا أنصح دائما أقول درسي، اخذي يعني البكالوريوس أو الليسانس وكملي ماجستير ودكتوراه، لأن هذا يعطيك قوة، هذا يعطيك شنو ثقافة، يعطيك علم، حتى تربين جيل جميل. حابين نسمع السادة أن شلون القانون الأحوال الشخصية في الكويت تطور خلال السنوات اللي اشتغلت فيها. سؤالك وايد حلو. الآن من يوم ما اشتغلت ظل القانون كما هو. ليش؟ لأنه كان صعب تعديل القوانين أيام مجلس الأمة. بعد ما نحل المجلس في الآونة الأخيرة الحين، بدأ مجلس الوزراء وصاحب السمو الله يطول عمرهم ويخليهم يطلعون تشريعات على وجه السرعة تتواكب مع العصر اللي احنا فيه. ولا احنا أصلا أول أحكامنا كلها قوانيننا كل القوانين قديمة ومتضاربة، فيت مراسيم عدلت. من أبرز القوانين أو المراسيم اللي عدلت القانون سن الزواج، رفعه إلى 18 سنة، وهذه ميزة. ففي تعديل، في تعديلات كثيرة أيضا في قانون الجزاء الكويتي اللي هو نص المادة 153 هم تم إلغائها، اللي هي سبب من أسباب الإباحة في تخفيف العقوبة على الرجل إذا قتل المرأة اللي تصير له. طبعا الآن التشريعات اللي قاعدة تتعدل في قانون الأحوال الشخصية السريعة هذه قاعد تساعدنا. قانون العنف الأسري أيضا لما تعدل في سنة 2015 وصار في 2020 عندي قانون خاص في العنف الأسري. في 2015 صار عندي قانون الطفل، حماية الطفل. هذه تطورات ترى كلها تابع لقضايا الأحوال الشخصية بس مسماها مختلف. يعني اليوم لما أنت تعنف طفل هو ابن هذه المرأة أو ابن هذا الرجل، فأنا من قانون الأحوال الشخصية اللي بسقط الحضانة أستغل شنو؟ أستخدم قانون حقوق الطفل وحماية الطفل. في سنة 2020 طلعوا لنا قانون العنف الأسري، وهي جنح مفوضة، أغلبها تكون جنح، أحيانا إذا في عاهة مستديمة إذا كذا تشكل جناية فتحال إلى محكمة الجنايات للنظر في الدعوة أمام قاضي الجنايات. الآن التطورات اللي صارت في لب قانون الأحوال الشخصية، عندك قانون الأسرة، قانون العنف الأسري، والمراسيم الجديدة اللي طلعت في التعديلات بشأن قانون الأحوال الشخصية. ونحن نطمح إن شاء الله بأن يكون في تعديلات أيضا كبيرة في هذا القانون، لأن لازم يتواكب مع الوضع الراهن، مع التطور، الذكاء الاصطناعي، السوشيال ميديا. ففي يعني مواد قانون لا تمس الشريعة الإسلامية ولكن آلية، مثل رفع سن
البنت اللي تبي تتزوج والولد الى مثلا 18 سنه. هذا افضل شيء سووه. هذا افضل شيء سووه، هذا ما يخالف الشرع لان هذه آلية إدارية خاصة بالتوثيقات وتنظيم معين لسن الزواج. عشان بعد يعني يحمون حقوق الانسان حق البنيه نعم. والصبي يعني. اكيد، فهذه ميزه المرسوم لما طلع يعني وايد احنا ارتحنا، وهذا تطور في الدوله. استاذ نبي نعرف شنو ابرز التحديات اللي واجهتيها كمحاميه في مجال المتخصص، يعني مثل ما نقول قضايا الطلاق في المجتمع الكويتي. نعم، احنا طبعا قضايا الطلاق دائما نسعى للصلح. عندنا قانون الاحوال الشخصيه اللي هي قانون الاسره، يقول اول شيء نقدم طلب الطلاق في المحكمه الى الاستشارات الاسريه، يستدعون الطرفين، اذا تم التصالح بينهم كأن يكون الطلاق ودي او يرجعون لبعض كان بها، تسكرت القضيه. الان اذا رفض الطرف الزوج اللي العصمه بايده الطلاق والزوجه رفضت المخالعه وقبول تنازلها عن حقوقها مقابل المخالعه، لان لازم يكون بالتراضي المخالعه، هني احنا نلجأ للمحكمة وناخذ شهادة من الاستشارات الأسرية. الاستشارات الأسرية تحاول توفق بينهم. احنا دورنا كمحامين نحاول في البداية قبل لا يتم أي إجراء بخصوص طلب الطلاق ودعوة الطلاق نسعى للصلح. التحديات اللي نواجهها والمشاكل اللي نواجهها أن اللوم دائما يقع على المحامي. المحامي الفلاني خرب بيتي، المحامية الفلانية خربت بيتي طلقتني. طبيعي. فالاتهام دائما يوجه للمحامي. نحن المحامين نحاول ان احنا نصلح يا ناس. المرأة ما جت عندي الا استنفذت كل طاقتها واصبحت الحياة مستحيلة مع هذا الرجل. يعني كل الحريم اللي قاعدين ايش يقولون؟ اقول لا متأكدة، خليني اشاوره، يمكن في امل، اصلح، اقعد لي يومين ثلاث، اتروى، يا بنت الحلال راح تتعبين اذا طلقتي، في مشاكل، الله في سماله، ما اجيت لك الا انا خالصه. فاذا المرأة ما تدور المشاكل، المرأة خلص نفت صبرها، فبالتالي لجأت لي محامية ترفع لها دعوة طلاق وتجيب لها حقوقها كاملة بالنفقات وباكج كامل. الآن لما أي أسمع أنا في المحكمة الزوج يقول المحامية السبب حرضت المرأة، لا، ما أنا حرضتها، أنت ما عرفت تقوم أسرتك وبيتك، أنت الولي عن بيتك، أنت مسؤول عن بيتك، لماذا لا تنفق على زوجتك وأبنائك؟ ولماذا ترهق هذه المرأة الزوجة بأن تقول لها روحي اخذي قرض عشان بطق لي سيارة، ولا بروح اشتري لي طراد، ولا بشتري لي جت سكي؟ مو من حقه. مو من حقه. طبيعي. او اعطيني كرتك الآلي، خليني انا اسحب معاشك كامل، مالك الا 50 دينار بالشهر مصروفك من معاشك. يرضي الله هذا؟ اكيد لا. الشريعة الإسلامية ايش قالت؟ الذمة المالية منفصلة بين الازواج، ولا يجوز للزوج انه يطلب من زوجته اموالا الا برضاها. قالت حق زوجها يا ابو عيالي، يا بعد عمري، انا مستعده اشاركك في المصاريف بارادتها المنفرده، هذا يجوز. لكن ابتزها والوي ذراعها، باخذ عيالك، يطقها، عنف اسري، تقارير طبيه، مو مخليها موريها النون وما يعلمون، صح. بالتاكيد راح تروح المحكمه وراح تطلب الطلاق وتبي حقوقها كامله، لانه هو المفروض يصرف عليها. ناهيك عن مشكله كبيره قاعده اواجهها. شنو هي؟ دائما اقول له بس الزوجه لها نفقه، فلو سمحت يا زوج وديا ممكن ان احنا نحرر عقد اتفاق وعقد صلح بينكم وتعطيها نفقتها كزوجه. يقول لي لا تشتغل، ايش حق ادفع لها؟ ارجع على نص الماده الشرعيه والقانونيه واقول له شنو؟ الرجال قوامون على النساء، انت لازم تصرف عليها. لو كانت تملك الكويت كلها ومليونيره انت تنفق عليها، لو معاشها كان شنو ما كان انت واجبك انك تنفق عليها. فلا يقتنع الزوج بهذا الكلام، يقول لا روحوا عيال المحاكم، ويفرض عليه القاضي نفقه زوجيه بانواعها الثلاث: مأكل، ملبس، مسكن. اذا هذا حق من حقوق الزوجه مقابل احتباسها كزوجه، وان لم تكن ناشز ايضا وداخله بطاعه الزوج اصلا ومو مقصره وقاعده في بيته تخدمه وتخدم عياله ومو مقصره معاه، بالتالي واجب نفقتها. استاذ انا اليوم جاي عشان اسمع التحديات اللي واجهتيها كامراه كويتيه في مجال المحاماه. اي دست على الوتر الحساس. شلون؟ قولي لي. طبعا انا كامراه واجهت اكيد تحديات كبيره حتى اصل للوضع اللي انا فيه، وما كان سهل ان انا اوصل للوضع. في وايد للاسف زملاء انذاك في زمني انا بالنسبه للمراه اذا ترافعت عيب، هذه ما تستحي وجليله حياه.
انا دائما اقول انا بجمعيه المحامين مقيده كزميله، ادفع الكرنيه واخذ الكرنيه احطه على هني بالجاكيت واكبس عليه والبس روب المحاماه وادفع اشتراك كزميلي. اذا انا من اليوم من حقي ان انا اترافع، لان انا محاميه مثل ما انت محامي. المحكمه ما تشوفني امراه ولا رجل، تشوفني محامي او محاميه بصفتي. الامر الثاني، كنت اتعب وايد، اطلع من مرافعتي يطالعوني بنص عين. انت صوتش طالع لبرا وانت تترافعين. طيب انا محاميه طبيعي بترافع، الكل بيسمعني بالقاعه لان قاعه فيها جمهور المتقاضين، من الطبيعي جدا ان الكل بيسمعني، هذه ميزه. لكن يحاولون كانوا يكسرون مجاديفي ولم يتمكنوا، لان عندي ثقه بالنفس بان هذا واجبي ودوري كمحاميه. ثقه الناس وجمهور المتقاضين فيه كانت سبب لاني وصلت للي انا وصلت له بمجهودي ومثابره وثقه. لكن لاحظت بالاونه يعني الاخيره شوي المنظور تغير، ولكن ما زالت المراه محاربه كمحاميه. الدستور ساوى بين المراه والرجل، جمعيه المحامين شاكره ايضا تساوي بين المحاميه والمحامي، كلنا نفس المميزات وكلنا نفس الخدمات وكلنا لنا راي نفس الشيء، ما حد يبخس حق احد. لكن احيانا الزملاء يعني يحاولون يكسرون من مجاديفنا. انا يطري علي مره تذكرتها فتره، كان في زميل والله ما ادري حتى وين راح، ما قمت اشوفه من يمكن 20 سنه مو شايفته. كنا ناطرين في احد القاعات نترافع في جنايه، وقف قال لي انت ما تستحين على وجهك؟ فطالعت تعجبت، انا ما اعرفه، انا ما اعرفك، لا انت اخوي عرف ولف ولا اعرف حتى اسمه. قلت له شنو؟ كان يقول المهنه هذه مو مالت البنات، هذه مالت الريايل، ويطق على الطوفه مالت المحكمه ويقول الريال يتحمل كذي. قلت له ما ادري، يعني المهنه هذه كلنا نقدر نقيد فيها وما في قانون يمنع من ان انا اقيد في جمعيه المحامين واخذ الكرنيه واترافع. فقال انا البنات اللي كذي يطيحون من عيني. إيه عساك تطيح من عينك، انا شكو، حق من حقوقك، هي هذا حق من حقوقي. كلامه كان جارح حقي. فقلت له اسالك انا سؤال اليوم بعد ما ندش القاعه، انا ما ادري كم قضيتك رولها وانا لي رول، ابي انا اسمعك وانت تترافع وانت تسمعني وانا اترافع، وبعدها بنشوف منو فينا اللي يستحق يكون محامي ومنو فينا اللي ما يستحق يكون محامي. طبعا هذه السالفه اللي صارت، انا من وقتها اختفى المحامي. ليش؟ لانه هو كان ما عنده ثقه بالنفس، فيحاول انه هو يراوي حق نفسه من داخل قراره ان الرجل هو دائما السيد في الموقف. وبعدها اصلا اختفى، يعني شفته بشهرين وهذا وجه الضيف ما شفته. فرسالتي دائما للمراه، مهما ما احد يكسر مجاديفك، مو شرط في المحاماه، انا اتكلم في كل مجالاتك، كنتي مهندسه، كنتي جراحه، كنتي مدرسه، كنتي اداريه، كنتي سكرتيره، شنو ما كنتي، لا احد يكسر مجاديفك بكلمه قد يكون من داخله في غيظ عليك. طبيعي هذا الشيء يصير، يسمونها الغيره. احيانا ترى مو بس المراه تغار من المراه، احيانا الرجل يغار من المراه. صح. وهذه قاعد اشوفها انا بقضاياي يعني. فدائما اقول خليك قويه وخلي سندك الدستور، والله سبحانه يقول لك اسعي وما يقصر. فدائما توكلي على الله سبحانه في حياتك وفي دربك، والمرأة الناجحة هي ناجحة راح تكون. أكيد، وإحنا اليوم ما وصلنا هالمكان لأن أنت امرأة كويتية ناجحة. الله يخليك ويعز شانك ويوفقك إن شاء الله. أجمعين يا رب. يوفقك إن شاء الله. حابين أستاذ نبي نسمع عن القضايا المختلفة، نبي نغير اليوم شوي المود على قولتهم. نعم. نبي نعرف شلون المحامي يتعامل مع القضايا بالمحاكم الكويتية مع الأشخاص الغير الكويتيين. نعم، طبعا محاكم الكويت الحمد لله وفق ما جاء بالدستور في عندنا دوائر قضائية للمسلمين ولغير المسلمين. احيانا يجوني غير مسلمين يقول شلون انا اتقاضى هني وانا مو مسلم مسيحي مثلا، فاقول له لا، عندي دوائر خاصة في المحكمة لغير المسلمين ويحكم فيها القاضي حسب قانونك. هذا واحد. اثنين، عندك ايضا بالنسبة لي خلينا نقول
وايد ناس مع الاسف يعني يوني وايد نساء يقولون لي انا مو كويتيه شلون اخذ حقي؟ والزوج يكون كويتي، مفهمه ان انت مو كويتيه ما تقدرين تاخذين حقك. لا طبعا المحاكم ما تمشي انا كويتي مو كويتي، تمشي مدعي ومدعي عليه، تمشي على ان انا زوجه او انا مطلقه، وتمشي على ان انا حاضنه او غير حاضنه. فموضوع ان انا وافد او وافده والطرف الثاني كويتي او احنا اثنين وافدين نخاف، ما عندنا كذي. مبدأ الإنسانية يسود دائما في الكويت والمحاكم. مبدأ العدالة هو اللي يسود في المحاكم أيضا وفي الكويت. الكويت بلد الإنسانية، أعطت كل ذي حق حقه. لما تقرأ الدستور الكويتي تتلمس العدالة، لما تقرأ الدستور الكويتي تتلمس مبدأ المساواة بين الناس. يعني ماكو شيء اسمه أنت كويتي أنت مو كويتي، كلنا سواسية في القانون. مراكزنا القانونية تعتمد على أفعالي، أنا متهم كنت كويتي كنت مو كويتي، كنت مسلم كنت غير مسلم، في النهاية أنا بريء أو أنا مجني علي، كنت مسلم غير مسلم، كنت كويتي غير كويتي، أنا باخذ حقي. فأنا دائما أقول يعني أحيانا جملة تضايقني، أقول ألو استشارة يتني، فتقولي أنا وافدة، أقول يعني شنو وافدة؟ أنت مقيمة في دولة الكويت، ليش تخافين؟ أخاف أروح أرفع دعوة نفقات وكذا يبعدوني. ما هذا المفهوم؟ ومن أين أتاكم هذا المفهوم؟ الكويت بلد الإنسانية والعدالة. الدستور الكويتي لما نقراه نستمتع وإحنا نقراه في مبدأ الإنسانية. فأقول لكل إنسان لك حق راح تاخذه. وشوف أنت اليوم لما تروح المخافر، شنو ما كانت جنسيتك، شنو ما كان ملتك مذهبك، الباب مفتوح، تفضل شنو شكواك شنو بلاغك، تقدم البلاغ وتتوكل على الله، تروح يدقون عليك بعدين المباحث أو التحقيق أو النيابة، تفضل اتكلم نحقق في قضيتك. ما يطالعون أنت شنو جنسك امرأة ولا رجل، ما يطالعون أنت شنو ملتك ومذهبك ودينك، ما يطالعون أنت شنو جنسيتك، يطالعون العدالة. إذا معنى كلامي سيد القانون هو الدستور الكويتي الذي ساوى بين الناس ومبدأ العدالة، ولا يفرق بسبب دين أو عرق أو أصل. ما شاء الله المعلومات حلوة أستاذة نبيل. الله يخليك ويسلمك. حتى تعطينا الراحة اللي يقعد وياك يسمع الكلام إنه ما يخاف ويدافع عن حقه. أكيد هذا لازم، واجبي كمحامية إن أنا أعطي الأمان للموكل أو الاستشارة اللي تجيني وتسألني حتى لا يقلقون الناس، وأيضا أشعرهم بأن الأمل دائما موجود وأن أنا عندي دستور. هذه مفاتيحي في المحكمة وهذه مفاتيحي في تقديم أي قضية. عندي دستور وعندي تحت قوانين وتشريعات أمشي عليها. نبي نسمع أستاذ نبيل، شنو أكثر الأسباب اللي تخلي الناس تطلق في مجتمعنا الكويتي، خصوصا شنو أنواع القضايا اللي قاعد تجي أكثر شيء؟ نعم، اليوم احنا لما نتكلم عن نسبة الطلاق طبعا مرتفعة في الكويت. أكثر الأسباب هي مادية، ما أعطاني نفقتي، ما دفع فلوس العيال، خذ مني فلوس، اقترض مني مبلغ ما رده، تلاقي أكثر شيء مادي. بعدين تروح على موضوع سلوك، يعني في حالات قليلة يقول لك سلوكها مو زين، ما تحترمني، هي تقول ما يحترمني، يمشي ويكفخني، قضايا عنف أسري بسوي عليه، كل ما هذا نزرني، التنمر. هذه أحد أيضا الأسباب. إذن عندي سبب مادي، عندي سبب نفسي اللي هو التنمر، العنف اللفظي أو العنف المادي الجسدي اللي تنطق فيه المرأة، وقد ينطق الرجل أيضا. عندي حالات الرجال مطقوق وأمر طبيعي، ولذلك تم تشريع قانون العنف الأسري. الآن عندك حالات كثيرة بسبب الطلاق. عندك مشكلة كبيرة، قانون الإسكان. كان في السابق موضوع التيار الكهربائي إذا وصل وكنتي أنت زوجة فتملكين معه. بعدين يا المشرع الله يجزاه خير صاحب السمو بتوجيهاته، وأيضا الشيخ حبيبي الصباح ما قصرت، هم عطت رأي في هذا الأمر، والرعاية السكنية ومجلس الوزراء شاكرين بالفعل على كل مجهود قاعدين يسوونه للحد من نسبة الطلاق، لأنهم تلمسوا إن هذه الأمور قاعد تأثر. فطلع تشريع خاص بالرعاية السكنية، إذا دشيتي القرعة والتخصيص بعدها طلقتش تملكين
نصيبك في البيت، سواء كان نص أو ثلث على حسب زوجاته. إذا كنتي قبل هذا، لأن القانون صار بأثر فوري وليست بأثر رجعي، إذا كنتي قبل ذلك راح نمشي على القانون القديم اللي هي على التيار الكهربائي. لما يجي التشريع هذا اللي تكلم في شهر 11 2024 وقال دشيتي القرعة وانت ما زلتي زوجة وصار التخصيص وما زلتي زوجة، ثاني يوم راح طلقك انت تملكين معه. حد من نسبة الطلاق. نلاحظ بالمحاكم، أسأله رجال يجيني بالمكتب يقول لي ودي أطلقها بس توهقت، طلع القرار الفلاني والقانون الفلاني. أقول شنو هو القانون؟ أبى أفهم. فيقول إن إذا كان في تخصيص وقرعة والقانون طلع بهالوقت إذا لها هذه شلون أطلقها؟ بفتك أبي أخذ البيت كامل. أقول له طحت بالفخ ما تقدر تطلق. إذا معنى ذلك هني الرجال نفسه تلمست فيه عدل عن موضوع الطلاق، لأن الطلاق كان شنو؟ بسبب مادة البيت. فلما صار التشريع هذا أنا خففت من نسبة الطلاق. معنى ذلك أن لما صار هذا التشريع أنا حميت الأسر الكويتية وحميت المجتمع الكويتي، خصوصا الأطفال بعد الأطفال طبعا لأن يتشردون. فالريايل أغلبهم شو يقول؟ بمسك بيتي. ليش؟ أجيس النبض. فيقول وي أنا من الحالات اللي صار تخصيص وقرعة. أقول له امسك بيتك. إذا نسبة الطلاق عندي قلت، نسبة الطلاق قلت، لأن قليل ترى من النساء إنه يروحون يبون الطلاق. المرأة ما تبي مشاكل وبيتها ينهدم وتروح تتحمل أجارات وتتبهذل وما تتبهذل، تمسك بيتها وتقعد. إلا إذا قلت لك طفرت وخلص هجت وقالت ما أقدر أعيش معك. فإذا معناته موضوع البيت اليوم والرعاية السكنية، هذا التشريع أو القانون بعد تعديله قلل نسبة الطلاق في الأسر الكويتية، وخير ما فعله المشرع. أنا أشكرهم جزيل الشكر، لأن الكويت بدأت الحين تصير الأسر ملمومة. وهذا أهم شيء أستاذ، أن الأهالي ما يضيعون طبعا، والحياة الأسرية تكون ماشية بكل بيت. هذا كله يعني صحي يكون حق الدولة نفسها، أن عندي أسر متماسكة، عندي حياة أسرية. إذا أنا قللت نسب العنف ضد حماية الطفل، ولا الطفل إنه يصير أحداث وينحرف، لأن خلص صارت الأسرة متماسكة. الأسرة متى ما كانت متماسكة قضايا الأطفال وحماية الطفل وقضايا المخدرات وقضايا الأحداث تقل ترى، لأنه يصير في أم وأب، وإن كان الأب لاهي أو الأم لاهية، في النهاية في بيت واحد يلمهم هم الاثنين. وأهم شيء إنه يحسون بالراحة لأهل. هذا أهم شيء. يعني أستاذ نقدر نقول ماذا عن حضانة الأطفال بعد الطلاق وفقا للقانون الكويتي؟ تمام. الآن الحضانة عندي أمرين. أنا عندي اليوم الفقه الجعفري وله قانون خاص، وعندي بالسني. لازم أفرع اليوم الحضانة. لما أجي أنا للمذهب السني، الحضانة عند الأم طالما هي صالحة للحضانة وأمينة على الأبناء، وإذا خلت منها الأمانة أو تزوجت تنتقل هذه الحضانة إلى أم الأم حسب قانون الأحوال الشخصية. الآن كم الأعمار مالت الحضانة؟ البنت عند أمها إلى أن تتزوج ويتم الدخول بها. الولد تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصبي سن 15 سنة ما لم تظهر عليه ملامح البلوغ قبل ذلك. عندي وقفة عند هذه النقطة. اليوم المشرع ما قال يخير، تركناها عايمة، يروح عند قاضي التنفيذ يا أبي أمي يا أبي أبوي، يمكن حتى ما يروح عند قاضي التنفيذ، الأم تأخذه وتصير يد ممسكة أو الأب يأخذه وتصير يد ممسكة. إذا أنا اليوم بحاجة إلى تشريع يعدل المسار هذا علشان أقلل واحد من جرائم الأحداث. لأن الشاب يقول لا بروح عند أبوي ولا بروح عند أمي، الأصل الولاية عند الأب الحين خلاص، بالأصل الولاية عند الأب، الأصل أنا هني أمشي على الأصل. الأم انتهت حضانة النساء لهذا الصبي أو الغلام. إذا معنى ذلك اليوم المشرع لازم يعدل لي نص المادة ويقول على أن يتم تخييره بالمحكمة. أنا هني شنو سويت؟ قلت يا تبي أبوك يا تبي أمك بحكم محكمة. إذا منو المسؤول عنه؟ الشخص اللي هذا الصبي اختاره. إذا أنا حديت من الجريمة، ولكن يظل نص المادة قديم، نص المادة هذا من الثمانينات، واليوم ما يواكب العصر اللي أنا فيه مع قانون الطفل وحماية الطفل وقانون الأحداث. جريمة الأحداث عندي ارتفعت،
بس شباب بالذات الصبيان، لأن خلص صار ماكو والي. يعني الأم تقول خلص أنت حضانتك انتهت، تروح عند أبوك. يروح عند الأبو يقول عندي حالة كذي، الأبو يقول أنا ما أبيك، لا أنت عشت عند أمك، روح عند أمك، أنا متزوج وعندي عيالي. يروح عند اليد مرة عودة تقول يبا أنا ما أقدر عليك، أنت نص الليل وتجيني الفير، وين أقدر عليك؟ يروح عند الأم تقول له مو فاضية لك أنا وما أقدر عليك، تعالوا امسكوا عيالكم يا مرة يا ريال، الولد بهالعمر مراهق. إذا وجب على المشرع اليوم يعدل نص المادة هذه ويحط إنه يخير أمام المحكمة عشان إحنا نعرف له والي، من هو والية، أم ولا أبوه على الأقل. هذا هو. الآن هذه الأساسيات اللي نتكلم عنها في قانون الأحوال الشخصية بخصوص الحضانة بالمذهب السني. لما نأيل المذهب الجعفري خلاف المذهب السني، الحضانة تظل عند الأم طالما إنها مو متزوجة بآخر غير عن اللي طلقت منه، تظل عندها ل7 سنوات هجرية. 7 سنوات ويوم عطى المشرع الحق للأب إنه يرفع دعوة يضم حضانة الصغار اللي بلغوا سن ال7 سنوات، كانت بنت أو ولد، إلى أبيهم. هذا تشريع بعد. أول كنا نمشي على اللي هو الحاكم الشرعي، اليوم عندي قانون أنا أمشي عليه، نص مادة أمشي عليها، فتحكم المحكمة بذلك. الآن لو بقول عدم أمانة الأب لما بيصيرون العيال 7 سنوات، عبء الإثبات على الأم أن تثبت عدم أمانته بأن عليه قضايا أحكام جزائية وممكن يكون منها الحبس اللي يسمونه عدم أمانة، أو يقوم بضرب الأبناء ضرب بحيث أنه وصلت القضية إلى حماية الطفل، أثبت عدم أمانته عشان أرجع الحضانة للأم، ولازم عبء الإثبات يقع عليها ومو سهلة هم القضية. تسألني سؤال وايد حلو، طيب متى يكونون عندهم بعد ال7 سنوات؟ أقول لك يخيرون. الصبي يخير ببلوغه سن ال15 بالمذهب الجعفري ما لم تظهر عليه ملامح البلوغ قبل ذلك. يعني مثلا عندي قضية الولد صار عمره 13 بلغ وظهرت عليه ملامح البلوغ، فطلبت المحكمة من الأب بإحضار الطفل، الأب رفض، فقال القاضي لا، الجلسة الجاية تيجي أنا بناظره لأن الأم تقول بلغ، ولدي بلغ. إذا يخير هذا الصبي، وبالمحكمة تقول حكمت المحكمة بتخيير فلان إلى تخييره لوالدته أن يعيش معها، وينفق الأب عليه لأن الأم صارت هي المكلفة اليوم برعاية هذا الصغير، نفقة الصغير على والده. تسألني البنت 9 سنوات في الجعفري تخير. طبعا المواعيد هذه اللي أتكلم عنها والتواريخ مو في الميلادي، في الهجري، هذا المشرع قاله. فاليوم لما أنا أحسبها بالهجري 9 سنوات ويوم، أقول حق الأم لحظة سهلة، إذا عندك بنات أسهل، أرفع دعوة تخيير البنتين، يا تقول أبي أبوي يا تقول أبي أمي. في أحد الحالات هي البنية صغيرة ما تعرف، فقالت أنا أبي أبوي وأمي، فالقاضي كتب بأنه هي تبي الأم والأب، فصارت الحضانة كأنها مشتركة بين الطرفين، بحيث أنه نحط آلية معينة بعد ما اختارت الأم والأب. في بعض الحالات يقول لك لا، لازم تختار يا الأم يا الأب، ما يصير تختار اثنين مع بعض. فالصغيرة تيجي تقول أو الصغير أبي أمي أو أبي أبوي، وتحكم المحكمة على هذا الأساس. على موضوع أستاذ الطلاق وعلى الأشياء اللي ذكرناها، يعني أتذكر قبل بالشباب نقعد بالديوانية يقول لي أن أنا مطلق محكمة الجعفرية، أتفاجأ أن تيلي قضية مرفوعة علي من محكمة سنية. نعم. فهالشيء ليش موجود ولا إيه؟ ولا أن في قانون يعني وقف هالشيء؟ ذكرتني بالماضي. قبل كنا إذا كان العقد جعفري عشان نعطي الحضانة للأم فنقول لها تعالي معنا المحكمة، لأن كانت تمشي المحاكم على الظاهر باللسان، وأحكام محكمة التمييز قالت هالكلام. فكنا نجيب موكلتنا نقول لها تعالي أمام القاضي قولي أنا سنية أو تسننت، حتى المحكمة تحيل القضية أو تحكم لك بالسني، تحيل إلى الدائرة السنية أو تحكم لك على وفق المذهب السني. فكان الحال ماشي عادي استنادا إلى أحكام محكمة التمييز الظاهر باللسان. لما جاء تشريع المذهب الجعفري بالقانون، جاء نص المادة الرابعة ايش قال؟ الفيصل في بأي دائرة تروح سني ولا جعفري عقد الزواج. كنت سنية عقد زواجك سني مشينا على السني، كنت جعفرية عقد زواجك سني مشيت على السني، كنت انت يا رجل جعفري وتزوجتها بالسني راح امشي على السني، كنت انت يا رجل جعفري والمرأة جعفرية او كانت سنية
وعقدها جعفري راح امشي على الجعفري. اذا نص الماده الرابعه من قانون الجعفري احوال الشخصيه الجعفريه ايش قال؟ قال الفيصل في الموضوع عقد الزواج. اذا حدونا هني بشنو؟ بعقد الزواج، وانتهى زمن الظاهر على اللسان. يعني قولتهم العقد الزواج حل الموضوع. حل الموضوع وبعد عن التلاعب بالكامل. بالختام استاذ عندنا السؤال الاخير حق الجمهور. يعني على قولتهم نبي الخيارات المتاحه حق الافراد اللي يحبون يكتبون الوصيه يعني. نعم. مستعدين بعد ان موضوع الميراث موضوع كبير ويصير في بعد مشاكل كبيره بالمجتمع. اكيد اكيد، والله سؤالك وايد حلو وقليل يسالوني هذا السؤال، فعلا انت لفت نظري في مساله جدا هامه. وايد يسالوني عن موضوع الوصيه، فيقول انا بكتب وصيتي عند مكتبكم. لا، ما يجوز تكتبها بمكتبنا حسب قانون الكويت، لازم يكون موثق عند قسم الوصايه في المحكمه. عندك وصايا الجعفريه وعندك الوصايا السنيه، كل واحد حسب مذهبه يسوي الوصيه على ان لا تخالف الوصيه الشريعه الاسلاميه. احد الحالات مثلا تي الام تقول انا بكتب وصيه بعطي حلالي كله حق واحده من بناتي، اقول لها لا لحظه، رايي القانوني والشرع مخالف هذا، لا تجوز الوصيه لاكثر من الثلث. عندك آلية ثانية ممكن تتبعينها، أما الوصية لابد أن لا تخالف الشريعة الإسلامية. في المذهبين نفس الشيء، اللي ينطبق هني ينطبق هني، ولكن لازم يكون أمام كاتب العدل. ليش أمام كاتب العدل مو عند محامي وورقة عرفية؟ عشان يكون لها حجية، تكون رسمية. لما الواحد بيطلع حصر وراثة للمتوفي اللي كتب هذه الوصية، في حصر الوراثة يطلع أن هناك وصية رقم كذا، يسمونها documented. في ناس وايد تجيب لي ورقه تقول والله المرحوم قبل لا يتوفى كتب لي، زين انا عشان ارفع قضيه ممكن تنقبل بالمحكمه ممكن ما تنقبل، فماكو شيء اسمه المرحوم رحت عنده. زين ممكن انت مبصمه واحنا ما ندري، ممكن انت مخليه يوقع ومو في وعيه، فبالتالي ما يصح الا الصحيح. تروحون المحكمه توثقون اموركم امام كاتب العدل الخاص في الوصايه الشرعيه وفق ما جاء بالشريعه الاسلاميه. لا يجوز مخالفه نصوص الشرع بالوصيه. بالختام استاذ نبيل، يعني اشكرك على حلقه البودكاست الحلوه، والصراحه استفدنا وايد معلومات راح تفيدنا ان شاء الله بالمستقبل، وحتى احنا نعرف شلون نتصرف بحياتنا العمليه. والله ما قصرتوا على هالحلقه، البودكاست كان جدا جميل واسئلتك كانت جدا حلوه، ولفت نظري السؤال الاخير اللي سالتني اياه بخصوص الوصيه. جدا يعني سؤال حلو وفي محله، لان وايد يسالون عن موضوع الوصيه ان تكون وين اسويها. وايد شاكرت لكم نشاطكم وايضا حلقتكم، وان شاء الله نشوفكم باعلى المناصب. مشكور استاذ، ما تقصرين، ونتشرف بالتعاون معك.